للناس اللي بتسأل امام عاشور جاي الزمالك ولا مش جاي الزمالك، قولا واحدا امام عاشور مش جاي الزمالك. ولكن بصراحه يا جدعان امام عاشور ده دماغ متكلفه بصراحه، واد لعيب جوه الملعب وبره الملعب. واد يا جدعان اقسم بالله بيعرف يتعامل ازاي مع الاهلي. يعني الواد قال لك بص انا زملكاوي هنمشيها احتراف، يبقى يلا احتراف. وهو رايح الاهلي حسين الشحات تقريبا كان اعلى عقد بياخد 12 مليون هو والشناوي، قال لهم اخد 15 مليون اعلى عقد، قالوا له تمام. تريزيجيه وزيزو قال لك اخد زيهم، لو ما خدتش زيهم مش مجدد. وبصراحه حقه، يعني انا مش شايف ان في حد اقوى من امام عاشور في الاهلي علشان خاطر يبقى في لعيب بياخد اعلى منه، ايا كان بقى اذا كان تريزيجيه ولا زيزو ولا اي حد. وكيل اللاعب طلع قال لك ايه؟ قال لك اللعيب مش هيجدد طالما يعني العقد بتاعه اقل من زيزو وتريزيجيه، لان من الاخر انا مش شايف حد احسن من امام عاشور. وبصراحه برضو وكيله عنده حق. وانا بقى توقعاتي ان الاهلي هيجدد لامام عاشور بالمبلغ اللي امام عاشور عايزه، خوفا بس من ان امام عاشور لو ساب الاهلي يرجع الزمالك تاني او يروح بيراميدز، يبقى الهيصه والتحفيل واللا لا 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 والام والحراق والمشطشط تتقلب على الاهلي بتحفيل.